يعقوب صنوع مثلا، تراث الفكاهة المصري أثر فيه تماما. يعني والفولكلور المصري، يعني أمه وهي سيدة يهودية كانت حينما تنجب طفلا يموت، فقيل لها أن تذهب إلى إمام مسجد الشيخ الشعراني وهو سينصح، فذهبت يعني على طريقة السيدات المصرية، فأخبرها أنها يجب أن تنظر ابنها للإسلام وأن تفعل كذا وكذا، وقد عادت ونفذت التعليمات بحذافيرها وأنجبت يعقوب صنوع الذي نشأ وترعرع في بيت يهودي لكن كمسلم. وهذا تناقض طريف يعني. المهم، يعقوب صنوع هذا أصبح من أهم دعاة الوطنية المصرية، ويعتبر من الرواد الأول، وكان في وقت من الأوقات يسمى موليير مصر، لأنه كان يكتب فكاهات، مسرحيات فكاهية، وبدأ في تأسيس مجلة تسمى أبو نضارة. ويقول هو نفسه لما سمي أبو نضارة، بنجد أنه إطار مصري خالص، إن هو خرج مرة من منزل أعتقد الكواكبي، ويبدو أن طريقة المواصلات أيامها كانت الحمير فالتف حواليه كثير من صاحبي الحمير ويريدون أن يجذبوا انتباهه، ويقولون يا أبو نضارة تعال هنا يا أبو نضارة، فوجد أن كلمة أبو نضارة هذه كلمة جميلة وسمى مجلته أبو نضارة.